الزياده انا كنظهر ليا بلي ماشي وقت هذا. الحق انهم كيخص المسؤولين يحافظوا علينا حنا شي شويه، يعرفوا على ان حنا رانا ضعاف، راه ماشي عندنا بزاف زعما الفلوس داخله يوميا، ما كاينش، داكشي ضعيف جدا. الزياده ما مقبولاش. كنا كنتظروا بزاف من الحوايج من الحكومه، لقينا ضد ديال داكشي، ولينا كنلقاو الاسعار كتزاد. ضربنا الماء وزدنا الضو معاهم في هذا البلاد. هو الموضوع راه ما المشكل ديال هاد الزياده، الناس ما كاينش الاجره كثيره وما كاينش هذا ومشاكل، كاين اللي ما بحالوش، كاين اللي ما عندوش، الانسان بحال مكافئ مع الماكله والشراب والوقت صعابت وبحال الانسان انا دابا خدامه تناخذ غير 40,000 ريال باش نعطي راسي باش نخلص الماء ونخلص الضو ونخلص ولاد القرايه. بتغيير التعريفه ديال الكهرباء والماء، واللي بطبيعه الحال الحرص ديال الحكومه والتاكيد ديالها على ان الشرائح الضعيفه ما غتمش. راه بزاف هاد الزياده بزاف على المواطنين. هاد الزياده هادي تقدر تكون ماشي في العلم ديال الجميع، وهاد الزياده نتمنى من الحكومه تعاود تراجعها، يعني تقدر تكون ما تمشي في الصالح ديال المواطن البسيط مقارنه مع الدخل الشهري ديال المغاربه اللي ماشي واحد الدخل اللي كيسمح بهاد الزيادات. لا ما كاينش الجوده كاع، ما كاينش تقريبا عندنا هنا كاع في الماء. بعد ما كنلقاو الماء مخلوط، بعد ما كنلقاو في داك في واحد الدرع بحال الجبيل بزاف كاع زينا بشافين في الماء. كاين الشهر كيجيك 4000، كاين الشهر كيجيك 5000، الشهر كيجيك 6000 ريال. واش هاد الناس هاد ما كيخمموا لا المواطن لا والو، صراحه الله هي هادي. مشاو تيقولوا للناس راه بغا يزيد عليكم الماء والضوء، واش انا غنزيد الماء والضوء بالسلامه والعافيه؟ علاش؟